يسعد مساكم متابعيني واهلا وسهلا بكم في قناتي قناة مطبخ غيداء. اليوم سوينا مرقة الفاصوليا الخضراء واللي بنقول كل العراقيين اغلب العراقيين يحبوها والعرب ايضا كذلك وبها فوائد كثيرة للجسم. هنا اخذت كيلو فاصوليا وخرت الاطراف مالته اللي تكون رفيعة وبديت اثرم بها بهالشكل هذا، وانتم اذا تريدوها تخلوها بغير حجم براحتكم. غسلتها وكملتها وبهالاثناء اني جيت خالة لحم على النار سالكته وانتظره يستوي. طبعا شفتوا الطماطة، أخذت 3 قطع من الطماطة وحطيتها بالخلاط لأنه تعطيها طعم جدا طيب. شوي من البصل حمسته بزيت زيتون. وراح أخذ اللحم اللي استوى بعد نشقر البصل أضيفه عليه حتى يحمس مع البصل. بعدين يحمس شوي راح أضيف الفاصوليا الخضراء، وعندي مي لحم أكيد يعني ما تتسلق زاد، فراح أخليه على الفاصوليا حتى تستوي بمية اللحم يكون طعمها جدا رائع. بعد ذلك متابعيني راح أخلي بعد تستوي الفاصوليا راح أضيف لها مي الطماطة اللي أنا سويتها وملعقتين مليانة من معجون الطماطة. انتوا حسب رغبتكم، ممكن تكون لونها فاتح، تكون تريدوها أغمق براحتكم، بس أنا شفت هذا كافي يعني. وأخليها تستوي على نار وسط، لا قوية ولا تكون هادئة. هنا شفتوا بعد ما استوت الفاصوليا ضفت عليها الطماطة وراح أضيف عليها ملعقتين مليانة من معجون، وضفت لها فقط ملح وتركتها إلى أن تستوي. وهذا شكلها النهائي للفاصولية، وما ننسى الرز الأبيض أو الشعرية براحتكم أنتم. وألف صحة وهنا مع مطبخي مطبخ غيداء.